عليل وهذه البلاد، وجئت إلى هذه البلاد وزرتها، وزرت سماحة الشيخ أحمد الخليلي وهو شاب، والآن يعني لحيته كلها بيضاء. هو أصغر مني، يعني ما تظنوش أنه هو يعني وشاب. كل هذه وجدت هؤلاء جميعا مقبلون على هذا الإسلام. الشيخ أحمد الخليلي يقرأ كل التفاسير، يأخذ من البخاري ومسلم ومن الصحاح ومن المسانيد ومن المصنفات، من كل الكتب، لا يرفض أحد هذه الأشياء. وكل علماء عمان لا يرفضون أي كتاب في السنة، وهذا أمر مهم. ولذلك أنا أقول حينما التقى الأزهريون والتقى الإخوة في عمان، التقوا على الإسلام الضخم الكبير الواسع، وسعهم هذا الإسلام وتعاونوا عليه ولا يزال تعاون. أنا حينما أردت أن أكون اتحادا عالميا لعلماء المسلمين اخترت نوابا لي، وكان من أوائل النواب الذين اخترتهم ليمثلوا جماهير المسلمين الشيخ أحمد الخليلي، لأني أرى أن هذا هو تمثيل صحيح لأمة الإسلام. نحن أمة إسلامية نسعى إلى أن ننتفع بهذا الدين ثم ننفع به غيرنا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.